هذا المؤتمر بإشراف الدكتور سلمان العودة. الأمر الآخر هو يدعو للإسلام، فأتى الآن في مؤتمر النهضة بمن يضاد شريعة الإسلام. أتى يعني كان بيجيب له فرنسي كل كتاباته عن التغيير في السعودية في مثل هذه الأجواء، ولا سيما وهو أفصح عن نيته فيما صنعه من مظاهرات ضد الدولة السعودية في عام 1994، يعني في احتفالات فبراير، مو هذه اللي قبل شهرين، اللي من قبل العام اللي قبله. قال لما سألوه عن الثورة المصرية والتونسية قال والله هذين نجحوا فيه ما لم ننجح فيه. فهذه تفصح عن حقيقة نيته. فيأتي بمثل هذه الأفكار وبمثل هذه العقيدة وبمثل هذه الرؤية للكويت وللسعودية، ثم يقول هذا الكلام، ثم يأتي بامرأة اللي هي هالة الدوسري تقول يعني التوراة والإنجيل أفضل من القرآن. يعني كان واجبه أن يذهب بها إلى المحكمة الشرعية في بريدة ولا في القصيم في عنيزة ولا في الرياض ولا في جدة، ويسأل عن الحكم الشرعي في مثل هذا الكلام، ويأخذ معه الصك الشرعي لمثل هذا الكلام ويعطيه لهذه يعني المنحرفة في مثل هذا الكلام. الله عز وجل يقول إن أهل الكتاب غيروا كتبهم وحرفوا وبدلوا، يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. ويقول الله عز وجل إن هذا القرآن يعني مهيمن على الكتب السابقة. هل سيكون الشيخ سلمان العودة مشرفا على الملتقى الرابع لملتقى النهضة الرابع؟ والسؤال الثاني وشو؟ عطنا السؤال الأول. مش قابلين ينقلوا انه هاي ثورة، انه ما تضلكم تفكروا بعقل ما قبل الثورة.